بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد. حابة نشارككم بواحد محاجب صغار ملاح للدراري يحبوها بزاف بهذه الطريقة. نشوفوا كيفاش يجيو خفاف بلا دريك بلا أي تعب. الحشو كما تحبوا نتوما تحشيوه، أنا حشيته حشو اقتصادي جدا. يلا نقول لكم تبعوا معايا الخطوات للآخر تشوفوا، وما تنسونيش بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. بسم الله. بالنسبه للحشو عندي فلفل طرشي وشويه تاع الحار، طماطم وبصله وشويه تاع الثوم، درت شويه تاع زيت نباتي للقلي، وراح ندير شويه تاع لي زيبيس والملح برك. ما تقلنا مليح نفرغ له الماء ونغطيه ونخليه يطيب على جنب. نروحو نديرو العجينه. بسم الله. شويه تاع الخميره، شويه تاع الملح، غرف تاع العسيله، وكاس ماء دافي هكذا. نخلط الكل مع بعض. نرفد غير شويه تاع الفرينه. يلا نغطيه نخليه تتفاعل الخميره، ومن بعد نضيفو واش بقى. نضيف سميد رطب، نستعمل يدي باش نسيي ندلكها. نزيد الفرينه هاك. درت 2 كيسان تاع الفرينه وكاس تاع سميد هاك. درك نلم العجينه، لازم تكون طريه، تكون تتلاصق في يدي. ندلك العجينه هذه شويه. يلا نرفد شويه تاع الزيت هاوليك. بعد ما ضاعف حجم تاع هذيك العجينه نحي لها كاع هذيك الهواء. نبدا نشكل هاك قريصات صغار بهذه الطريقه، وراح نديرهم هنا هكذا. يلا بعد ما درتهم هكا كيبولات خليتهم غطيتهم بالساشي. شوفوا كيفاش تاني تضاعفوا تخمروا مره زوجه. بسم الله. في راحة يدي برك راح نشكل محجبات صغارات جدا وبطريقة أسهل من الطريقة القديمة هكذا. راح نحشيوه الحشو اللي تحبوه ديروه هكذا. نغلق مليح ومن بعد نعبص. شوفوا ندهن يدي ونروح ديريكت للطاجين. أروح يجيو بأسهل طريقة، يعني طريقة سهلة جدا وبسيطة. يلا بنفس الطريقة تاني هاك نروح ديريكت للطاجين هكذا. راح نقلبهم. شوفوا كيفاش يجيو هاوليك كيفاش يطيبوا.